أهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاوينا. ساعات بنتعمي بالضحكة الحلوة واللمة الكدابة، وبنعيش في وهم إننا حوالينا ناس بجد، لحد ما تيجي اللحظة اللي تقع فيها الغشاوة عن عيوننا ونكتشف إننا كنا مجرد سلمة في طريق مصلحة حد تاني. النهاردة حكايتنا عن صديق المصلحة. في البداية كده خلونا نتفق إن مفيش وجع بيكسر الظهر قد ما تكتشف إنك كنت مغفل في نظر حد كنت بتعتبره أخوك وسندك، إنك تفتكر إن الحب والجدعنة اللي قدمتهم وتلاقي إن الطرف التاني كان بيحسبها بالورقة والقلم ومنتظر منك المنفعة وبس. صاحب المصلحة ده عامل زي الحرباية، بيتلون حسب مصلحته معاك. يوم ما تكون ايدك خضرة ومفتوحة تلاقيه جنبك ليل نهار، يسأل عليك ويهتم بتفاصيلك ويبين لك انه ملوش غيرك في الدنيا. ويوم ما تطلب منه خدمة حقيقية تلاقيه اتبخر وكأن الأرض انشقت وبلعته، وتسمع منه كمية حجج وأعذار ما أقولكش. الصدمة الحقيقية مش في غيابهم، الصدمة في السخافة اللي بتحس بيها وانت بتفتكر كل لقطة صدقتهم فيها وكل سر ائتمنتهم عليه وكل ضحكة طلعت من قلبك بجد وهم كانوا بيبصوا ليك كأنك مجرد صفقة رابحة. الواقع بيقول إن الناس دي عاملة زي الفطريات، بتعيش على امتصاص طاقة غيرها وخيرهم، وعمرهم ما بيعرفوا طعم الشبع ولا الأصول، لأن اللي يبيع عشرة وصداقة عشان مصلحة شخصية رخيصة قادر يبيع أي حاجة في أي وقت. لو أنت بتسمعني وحاسس بالغصة دي في حلقك وفي وشوش معينة بتمر قدام عينك دلوقتي، أنا عايزك تاخد نفس طويل وتهدى خالص. الصدمة دي ما كانتش شر ليك، دي كانت غربلة ربانية عشان تفوق وتنظف حياتك من الزحمة الكدابة. وفر مشاعرك ووقتك للقلوب اللي بتشترك لشخصك بجد، للناس اللي لما تقع هتلاقيهم أول إيد بتتمد وتشدك، مش الناس اللي بتظهر بس لما تكون مصلحتها محتاجة توقيعك أو وجودك. في حكاوينا النهاردة حبينا نقول إن خسارة ناس بالرخص ده هي في الحقيقة قمة المكسب وراحة البال اللي ملهاش تمن. الصداقة أصول وأمانة وما بيشيلهاش غير الأصيل اللي بيصون الود في الغيبة قبل الحضور. شاركونا في حكاوينا النهاردة إيه اللحظة اللي خلتكم تفوقوا من وهم صاحب الجدع وتكتشفوا إنه صاحب مصلحة، وإزاي قدرتوا تقفلوا الباب ده للأبد. وانتظرونا في حلقة جديدة من حكاوينا.